ايه اللي يخلي مجرد مهندس الدنيا جت عليه حبتين انه يشتغل مع واحد تاني في تصوير فضايح الناس المهمين في البلد علشان ياخدوا منهم فلوس؟ وهل هم فاكرين انهم كده بيحققوا العداله؟ ايه اللي يخلي دواء يكون في نفس الوقت سم بيقتل المرضى بدل ما يعالجهم؟ ايه اللي يخلي راجل محامي يبعد عن بنته لمده 20 سنه؟ طب لما يرجع هينتقم من اللي كان السبب في كل ده ازاي؟ كل ده واكتر بكتير جدا هنعرفه النهارده، فجهز لي نفسك علشان النهارده عندنا حلقه من اجمد الحلقات اللي هتنزل في تاريخي، هنطرح فيها اسئله زي هي العداله لازم تتحقق في الارض؟ ليه ده اكتر مسلسل وحش ناجح؟ وطبعا اهم سؤال في الحلقه، ازاي نهايه عين سحريه حولته لمسلسل فاشل؟ كل ده واكتر بكتير هنعرفه في حلقه النهارده. من غير ما اطول عليك يلا نبدا. بندخل من عين سحريه لشقه، بنمشي في طرقه طويله، نلاقي عادل واقف وقفه غريبه، شكلي في حاجه غلط. نقرب اكتر واكتر، الكاميرا بتودينا على مناظر مرعبه لناس ميته، بنشوف ملامح عادل وهو بيترعش وبيتوتر، صوت انفاسه بيعلى. ايه اللي بيحصل هنا؟ كل ده بدا ازاي؟ تعالى نبدا الحكايه من اولها. عادل بيركب كاميرا وبنعرف ان هو خريج هندسه، بس الدنيا جت عليه واشتغل في الكاميرات. بيجي له مكالمه ومن اولها ركز في حوار الكادرات ده علشان بيلعب ادوار كبيره جدا. عادل لما بيخلص مكالمته اللي قلت لك عليها بينزل الشارع، فبيلاقي بنت بتتخانق مع شاب اوبر، فبيديله فلوس وبيقول لها اركبي معايا انا معايا الابلكيشن. فبتطلع البنت دي عندها محل حيوانات اليفه. كادر النص ده حلو جدا، توظيف مكان الكادر نفسه، فانا مبسوط. بس عندي مشكله ان انت حرفيا ما جبتليش غير مشهدين، وفي المشهدين استخدمت فيهم السكيل دي تريح لي عيني بس يعني ربعايه بس 5 دقايق. عادل بيطلب منها رقمها علشان لو احتاجت حاجه. هنا بقى بتظهر اول مشكله، بنعرف ان عادل اوريدي مرتبط وبيحب بنته والنهارده رايح يتقدم لها، والمفروض ان عادل ابن بلد وفاهم كويس جدا في الاصول، فالمفروض انك عملت واجبك مع البنت، خلاص بقى سيبها وامشي، مش تاخد رقمها كتلكيكه. بس ده حصل هنا علشان يتعرفوا على بعض، علشان البنت دي هتكون حدث مهم جدا في السياق بتاع المسلسل، فعملوا كده علشان ما حدش يجي يسالك بعدين هو عرف يوصل لها تاني منين. ودي بالنسبه لي حاجه مش مفهومه. اخو عادل بيطلع حرامي وبيسرق محل كان رايح يشتري منه حاجات بس بيتمسك، فبنروح مع عادل اللي بنلاقيه بيركب كاميرات لوحده، فبتطلب منه طلب غريب حبتين، بتطلب منه كاميرا من الكاميرات الصغيره اللي محدش بيكون حاسس بيها علشان تركبها في بيت جوزها تحت مسمى انها كده بتحافظ على بيتها. فعادل بيرفض علشان اخلاقه ما تسمحلهوش. بعدها على طول عادل بيروح يجيب اخوه من عند الراجل اللي كان حابسه عنده جوه، وبنعرف ان حسن اخو عادل حرامي او مش حرامي، هو عنده مرض السرقه، فبيكلمه بالعقل وبيفهمه ان اللي بيعمله ده غلط. ومن الاخر بنعرف ان اخو عادل ده عيل مطرقع مش عاقل. عادل بيروح يتقدم للبنت اللي قلت لك عليها، وحماه بيجيبها له بالطريقه لما بيقول له ان الاجور ما بقتش قد كده وان احوال البلد ما بقتش تمام علشان يخلعه بالطريقه. بس ده ما كانش المبرر الوحيد لرفض عادل، لانه فجاه بيقول له انه مش مستعد الناس تعاير حفيده علشان جده كان مسجون في سرقه. فمن هنا بنعرف ان ابو عادل كان مسجون، وبدانا نشك انه كان شخص مش كويس، بس هو دلوقتي متوفي. وطبعا عادل بيترفض بس بالطريقه وبيمشي مكسور بسبب غلطه مش غلطته. بيجي كادرين لحسن وواحد صاحبه، وصاحبه بيكون على الشمال دليل عليه وعلى الطريق اللي عاوز يمشي حسن اخو عادل فيه، وده هنعرفه بعدين اكتر. صاحب الشقه اللي حسن ساكن فيها بيكلم حسن وبيقول له ان عليه فلوس كتير للميه، فمن هنا بيتزنق في فلوس. تفتكر ايه اللي هيحصل دلوقتي بالظبط؟ هيرجع يكلم الست اللي طلبت منه في الاول فلوس علشان يركب لها كاميرات في شقه جوزها، بيروح يقف قدام العماره وبيشوف بنت طالعه بكلب، فبيشغل دماغه وبيروح لمين؟ البنت اللي وصلها في الاول. بس هنا في نقطه سلبيه، فاكر لما قلت لك في فيديو جوه اللعبه ان انت كمخرج لما يكون عندك سكيلز ما تافورش فيها علشان بدل ما تكون نقطه في صالحك بتتقلب ضدك؟ بالظبط هو ده. انا عارف والله ان الحاجات دي ليها معاني فنيه كويسه وعميقه وبتلعب على تكوين الصوره نفسها علشان تبين حاجات وتخلق حاله، انا عارف كل ده والله، لكن برضو زي ما انت فاكر ان دي سكيلز وعندك، افتكر برضو ان المفروض تكون عامل حساب وسايب وقت العيني علشان ترتاح من الكادرات دي. المهم ان عادل بياخد علبه دراي فود من البنت دي، وبعدها بيروح للبواب بتاع العماره يقول له انه طالع يوصل ده للبنت اللي عندها الكلب، فبالفعل بيطلع وركز معاه في الحته دي، بيسيب الدراي فود في الشقه. عادل بيركب الكاميرات وبيمشي، وبعدها بيروح للمكتب بتاعه وبيتفرج على ماتش كوره بيحصل فيه حاجه غريبه حبتين ثلاثه، كلب بيجري في نص الملعب. ومن هنا عادل بيفتكر انه نسي الدراي فود في الشقه، فبسرعه بيفتح الابلكيشن بتاع الكاميرات، فبيتفاجئ بالست اللي كانت واخده منه الكاميرات وهي بتقتل جوزها والبنت اللي بيخونها معاها. فمن هنا عادل ما بيكونش مصدق اللي شافه، وبيطلع بسرعه على الشقه وبيتفاجئ بالمنظر اللي بيشوفه، فبيلم بسرعه حاجته وبيمشي. وفجاه بيجي واحد يقول له لميت حاجتك يا باشمهندس. بيجي واحد اسمه زكي وبيقول له يديله الكاميرات ويمسح كل اللي اتسجل على تليفونه. مين ده وحكايته ايه؟ ده اللي هنعرفه بعدين. بنعرف ان ام عادل تعبانه حبتين وكل شويه تعبها بيزيد لحد ما اغمى عليها وطلع عندها تليف في الكبد، وده في نفس الوقت اللي فيه حسن اخو عادل بيشتغل على توك توك. فبنعرف ان اللي شغال معاه في حوار التوك توك ده بيحط مخدات في سقف التوك توك، واي حد بيشتغل معاهم بيكون ديلر بس مش عارف ان هو ديلر علشان لو حاجه اتمسكت تلبس في مين؟ في العيال اللي شغالين عنده على التكاتك. زكي بيقابل وبيطلب منه يشتغل معاه، والشغل ده بيكون عباره عن انه يحط
بيحط كاميرات زي دي يصور بيها الناس الفاسده اللي بيعملوا حاجات مش تمام، فعادل بيرفض وبيمشي. بنعرف ان زكي شخصيه معقده حبتين، ما يتفهمش من اول مشهد خالص، فشكل الشخصيه دي ليها ابعاد ومحتاجين نركز معاها. في نفس الوقت ده بنعرف ان ام عادل تعبانه وعلاجها مكلف جدا. حسن بيطلب من عادل فلوس، عادل بيقول له يجي له محل الدهب اللي شغال فيه، فبيجي له وهو ماشي بيفقع الغويشه، وطبعا عادل اللي بيتدبس في الحوار ده عادل بيتحبس. وهنا بقى تيجي اللعبه، بيجي زكي وبيقول له هخرجك مقابل انك تشتغل معايا. وهنا بنعرف ان زكي مش سهل ومحامي عقر. زكي بيخرج عادل، ومن هنا يبدا الشغل على تقيل. اول عمليه بتكون على راجل عنده محل اكل كبير، بياخد اللحوم الفاسده وبيغير في تاريخ صلاحيتها وبياخدها باقل من ربع ثمنها، وبعدين يبيعها في المطعم بتاعه. صاحب حسن بيدخل المطعم وبيكسر ماسوره الغاز، فحسن بيجي على اساس انه الفني علشان يصلح العطل ده، فهو بيصلح الغاز بيحط كاميرات في الاماكن دي. فعادل بيروح لزكي وبيقعد معاه في العربيه وبيوري له الكاميرات، فبيطلع كل ده معمول علشان يساوموا الناس دي بالفلوس. بقول لك ده ليه؟ علشان زكي طلب من عادل يكلمه ويقول له عاوزين 200,000 جنيه والا هننشر الفيديو. فمن هنا يبدا يظهر جزء صغير من الشخصيه المعقده دي. طبعا عادل بيرفض، بس بعد دقيقه بيقبل عادي وبيكلمه، بعد طبعا لما زكي بيبلفه بالكلمتين اللي انت فاهمهم. هنا بقى انا عندي مشكله، انت صورت اللحوم بس، يعني انت ما صورتش هي فاسده ولا لا. ففين الدليل اللي هنا يثبت ان دي حاجه فاسده؟ انت بس صورتها، ما صورتش حد وهو بيعترف بحاجه، فدي مشكله وما اتفسرتش بعدين. المهم انه بيكلموا وبيتفقوا يحطوا الفلوس في الزباله، فبيحطوها فعلا، وبيجي صاحب عادل ياخدها ويطلعوا يجروا، علشان طبعا انت عارف ان هم هيكونوا مراقبينهم علشان يجيبوهم. بس ثانيه، طالما هم مراقبينهم وكده كده مقررين ان اول ما حد هيجي ياخد الفلوس هيجروا عليه ويمسكوه، سايبين فلوس بجد ليه؟ مش المفروض انكم كده كده اصلا ناويين تمسكوا اللي هياخدها؟ انا مش عارف بصراحه. فاكر لما قلت لك ان حسن اخو عادل قفش حوار ان الراجل اللي شغالين عنده بيشغلهم ديلرز من غير ما يكونوا عارفين؟ حسن قفش الراجل ده وخد منه الحاجات اللي هو حاططها في التكاتك. حسن قفش الحاجه اللي في التكاتك وحطها في بيته. عادل بقى دخل عليه ولقاهم وطلع قعد بره عادي بعد ما هزقه. يا ابني اخوك معاه هيروين وشابه جوه. طب حتى هيفهم جابه منين؟ لا هو هيطلع يقعد بره ويفكر. من الوهله الاولى هتفتكره بيفكر في حوار اخوه ده، هيكون عاوز يعرف ايه اللي بيحصل مع اخوه، وده المنطقي صح؟ لا مش صح، لانه كان قاعد بيفكر ازاي هيستغل الهيروين ده في انه يخلص من زكي. يا ابني اخوك معاه شابه مش مع بابلو اسكوبار. استنى بس يا عم هنخلص من زكي بعدين نبقى نشوف الحوار ده. المهم انه راح بالفعل عند زكي ودخل الاوضه اللي في الفندق اللي عايش فيه بطريقه ما عرفهاش، حط له هيروين وكمان حط كاميرات علشان يعرف ايه اللي حصل له، وبلغ عنه. وبالفعل الحكومه بتيجي تفتشه، بس ما بيلاقوش معاه حاجه، علشان اللي عادل ما يعرفوش ان زكي بيحط ورق على الباب والشباك وبيحط فوق حبتين ويقفل عليهم الباب علشان لو الباب اتفتح يعرف. وبالفعل لما رجع وشاف الورق على الارض عرف كل حاجه، فدخل واتخلص من الحاجات دي. ومن هنا هنلاقي ان الانجلز بتكون مايله علشان تديك انطباع عن قلب الترابيزه اللي هيحصل دلوقتي، والتاني انجل بتكون مع المفتاح علشان نعرف انه حل المشكله اللي عادل عملها له. ومن هنا بنعرف ان زكي فعلا مش سهل. زكي بيروح لعادل وبيدور بينهم حوار شيق وممتع جدا. بنعرف ان زكي عنده بنت وفقدها وهي ما تعرفش ان ابوها، وبيروح لدكتور نفسي بنت وبيحكي لها انه مش عارف يجيبها لبنته ازاي. بس الموضوع بينهم بيكون غريب حبتين، لانه بيعرف انها تعبانه، بس الغريب انها لما بتطلع بره بيفتح شنطتها وبياخد الدواء منه وبيصوره، وبيروح للصيدليه يسال عليه، فبيلاقيه دواء بيعالج حالات خطيره جدا في القلب. هنقف هنا حبه. من حكمتي وخبرتي حاسس ان البنت دي هتطلع بنته، سيبك من الحكمه والكلام ده، بصراحه هي واضحه جدا. يعني اظن الناس كلها عارفه من الحلقه دي ان هي بنته، بس تمام يعني هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا واننا شاطر. عادل بيروح للراجل اللي امه كانت شغاله عنده وبيقول له انها تعبت من الشغل عنده ومحتاجه عمليه ب 40,000 جنيه، والراجل بيتكلم معاه وحش جدا وبيقول له مالكش عندي حاجه. تيجي هنا بقى حاجه مضايقاني حبتين. عادل لما بيكون في الشغل فبيجي صاحب الشغل يقول له خد ال 200 جنيه دي علشان هتطلع بكره اوفر تايم، فعادل بيمسك الراجل سف وتريقه وغسيل ومكوى على الفلوس اللي مديها له، بيقول له ان ال 200 جنيه دي مبلغ زياده قوي ممكن يبوظ بسبب ممكن يروح بار مثلا يصرفها على حاجه كده ولا كده وكده. يعني انا مشكلتي مش في ال 200 جنيه، كلنا عارفين انه مبلغ قليل وما يجيبش حاجه، والسيناريو بتاع كل مره ده اللي هو شوف 200 جنيه، 200 جنيه ما تشتريش وجبه 6 قطع ستريبس من بازوكا، بس تشتري بني ادم 12 ساعه عادي. عارف والله عارف، بس مشكلتي هنا الراجل ده ماله طيب؟ يعني ذنبه ايه صاحب الشغل يسمع كلمتين التريقه دول؟ ما هو مش هو اللي بيحدد الرواتب، افهم، دي بتكون اسعار حاجات وهو بياخد نسبه وبيديك نسبه. التجاره والشغل عموما بيمشوا كده. يمكن هو اصلا مش طالع له من الحوار ده كله 200 جنيه على بعض زيك، فصعدت الموضوع. والله الراجل ذنبه ايه؟ والله دي مشكله منظومه بحالها. لا وفي الاخر يديك واحده الحمد لله. بعد ايه يا كابتن؟ والله عادل بيروح يودي حسن لدكتور نفسي علشان يتعالج من مرض السرقه. المهم ان هو طلع بيسرق تليفون الدكتور. ركز معايا هنا شويه، الناس اللي عادل عمل معاهم لقطه الكاميرات وخد منهم 200,000 جنيه مسكوا صاحب عادل وضربوه، وعادل كلمه وقال له يجي وهيبعت له لوكيشن، بس من غير ما يقول له ان في حوار. عادل بالفعل راح، ولما قفش اللي بيحصل خلع منهم. بعد كده بنعرف ايه؟ ان ضياء صاحب محل الاكل اللي حصل معاه الحوار ده كله كلم زكي علشان يحل له الموضوع، وبنعرف انهم اصلا عارفين بعض وان زكي شغال عنده، فزكي بيحل الموضوع كله، بيخلي ضياء يسيب الواد
الواد صاحب عادل وبيحل الحوار ده كله بطريقه ما، وكمان بيدي ال 200,000 جنيه بحالهم حق العلقه والمشوره اللي حصلت لهم تاني. في حاجه هنا برضو عاوز اتكلم عنها. عارف لما تكون في مشهد والمفروض ان قدامنا شخصيتين، المين كاركتر والفيلن، المفروض ان اول ما المين كاركتر تمشي بيبدا يظهر ملامح الشر على الفيلن ونيته بتبدا تبان زي ما شفنا في المشهد ده مع شخصيه امير اللي في مسلسل سوا سوا. شوف ركز في بصته بعد ما ابراهيم مشي، فبنشوف نيته الحقيقيه واضحه على وشه. هنا بقى انا مش قادر افهم الشخص اللي قدامي ده، يعني حتى ما ادانيش اي رياكشن يفهمني هو ايه، مش قادر لحد دلوقتي افهم تصنيفه ايه. فدي حاجه بتخدم السياق نفسه علشان بتخليك مش قادر تتوقع ايه اللي هيحصل بعد كده، ودي حاجه عبقريه جدا. هنا بقى بتيجي الشخصيه اللي مضايقاني، بيديله فلوس حق العلقه اللي اخدها. صاحبه ما كانش عارف ان الحوار ده فيه فلوس، فاول ما عادل اداله الفلوس انا توقعت انه هيقول حاجه من نوعيه ده انا على كده اتضرب بقى كل يوم وكده يعني. وبالفعل ده اللي الواد قاله، وده مش جمدان مني، دي حاجه كليشيهيه جدا ان افيه زي ده يتقال. احمد بيلا ده طالع بكاركتر توحه صاحب عادل، يعني مش عاوز اقول حاجه وحشه بس يعني فعلا استظراف بطريقه رخمه، كل مشهد بيطلع فيه بسكبه. اما بالنسبه عن التمثيل نفسه بعيدا عن الكوميديا فهو تمام، يعني مش متضايق منه. عادل بياخد باقي الفلوس وبيشيلهم في شنطه وبيحطهم في الدولاب، وخلي بالك علشان بندخل كلوز على الشنطه وهي في الدولاب، وده في الاغلب مش بيحصل كتير، هي مجرد شنطه فاهم، ملهاش اي اهميه. فمعنى ان المخرج بيديها الاهتمام الكبير ده انه بيقول لك خلي بالك الشنطه دي مهمه ركز معاها، تعالى لي بقى علشان داخلين على حدث مهم. ام عادل بتروح للمعلم صاحب الشغل اللي قبل كده اتعامل مع عادل بطريقه وحشه وقال لهم مالكوش عندي حاجه، فكانت داخله المكان عادي وبترمي عليهم السلام. فجاه المعلم خيري هزقها وطردها، فجه ابنها ودخل مد ايده عليه، واول ما يبدا المعلم خيري يدافع عن نفسه بتلاقي عادل طلع التليفون من جيبه وجاب له تسجيل ليه وهو بيمارس البينج بونج مع واحده، وطلب منه 80,000 جنيه مش 40,000، وانه يعتذر لام عادل قدام الورشه كلها، وعينه مليانه فخر باللي هو عمله. ومش بس كده، ده راح لزكي واكل معاه. عادل لما كان زكي بيعزمه كل مره بيتقابلوا فيها في مصمت عادل ما كانش بياكل، في دليل عن انه مش قابل الشراكه دي، بس المره دي عادل هو اللي كان بياكل وبشراهه، في رمزيه ودليل واضح عن انه بدا يقبل بالشراكه بينه وبين زكي. ومن هنا يبدا التغيير الحقيقي في شخصيه عادل. فاكر لما قلت لك خليك مركز على الشنطه؟ عادل بيروح البيت فبيفتح الدولاب ما بيلاقيش الشنطه، طبعا ما بيستغربش يعني اخوه حرامي فاهم. عندي هنا مشكله، انت ازاي عارف ان اخوك حرامي وانت قلت بنفسك قبل كده انه سرقك قبل كده وسايب مئات الالاف في بيتك، يعني سايب ثروتك حرفيا، انت حرفيا وديته للدكتور علشان يعالجه من السرقه، سرق تليفونه وهو طالع. فمش منطقي انك تكون عارف ان في حرامي في البيت وسايب فلوس عمليه امك وكل الفلوس اللي حيلتك في الدولاب كده، يعني مش هيتعب ثانيه علشان يلاقيها. المهم انه بيروح يدور عليه في كل مكان ما بيلاقيهوش، كلم مين علشان يجيله؟ صاحبه، وصاحبه قال له انه معرفش يجي، فكلم زكي وقعد معاه. هنا بقى عاوز اقول حاجه في حق الكتابه، اشمعنى المره دي يعني صاحبه ما ردش عليه وجاله على طول؟ علشان يحتاج زكي ويقعد معاه. اشمعنى يا ابو العربي؟ علشان انت كمشاهد ما تعرفش ايه موقف عادل من زكي، لان لو اول ما حصلت له المشكله كان كلم زكي كنت من هنا هتعرف ان عادل بقى بيعتمد على زكي وبيثق فيه 100%. هنا بقى المسلسل مش عاوز يريحك، مش عاوز يكشف لك كل اوراقه علشان يسيبك متحمس طول الوقت، فخلى توحه صاحب عادل مشغول علشان يوصل لزكي من غير ما يخليك تفهم ايه موقف عادل من زكي. بجد تفاصيل فنيه مش طبيعيه جامده جدا. وبالمناسبه الكادر ده جامد، مش عارف ده هيخدم ايه في السياق بس حبيت اقول يعني جامد بصراحه. المهم ان زكي بيقدر يقف مع عادل وبيعرف مكان الفلوس، وبتطلع عند الراجل اللي كانوا فاقعين منه الشابو اللي قفشوه، فبياخدوا الرجاله وبيكونوا رايحين يعملوا عنده حكايه، بس وهم في الطريق ام عادل بتكلمه تطمن عليه، فبيسمع صوت حسن وهو بيطلب من امه تعمل له اكل. هنا بيرجع البيت وحسن بعد ما بيتوهه شويه في انه مش عارف مكان الفلوس وفي الاخر معرفش يعملهم عليه، بيدخل له من ناحيه تانية وانه يقول ان الفلوس دي جت منين، فبيقول له فلوس عمليه امك وعارفينها. طب والباقي اللي جنبهم جم منين؟ مسروقه صح؟ خلاص يا معلم، حرامي سرق حرامي. وبيرمي له كلمه في النص كده فبيقول له ان العرق بيمد لسبع جد وشكل طبع ابوك مأثر فينا. من هنا بنعرف ان فعلا شكنا كان في محله في حوار ابو عادل ده. عادل بيروح للمعلم عطوه علشان يديله الحاجه بتاعته ويرجع فلوسه، بس كالمتوقع ما بيرضاش ياخد منه الحاجه ويرجع له فلوسه، فعادل بيتفق مع الواد اللي شغال مع المعلم عطوه انه يديله البضاعه مقابل انه يرجع له الفلوس، وبالفعل ده بيحصل. وهنا بدات اتقبل احمد بيلا شويه. عايزك بس تركز معايا في حاجه، توحه وعادل لما كانوا بيتدربوا على الموقف اللي هيحصل لهم لما يقابلوا تاجر المخدات، توحه عور نفسه بالغلط، والحوار ده كله كان من باب الهق يعني فاهم، خليك فاكر ده. المهم ان عادل بيرجع البيت وبنعرف ان حسن قال لامه على ان عادل سارق الفلوس، فبنشوف مشهد عبقري من عصام عمر واسامه ابراهيم، قرار واحد بس، يا عادل يقول جاب الفلوس منين يا يطلع بره وما يدورش على امه تاني. فهنا عادل بيقرر يمشي ويبدا يبان عليه التغيير الجذري. فاكر المره اللي فاتت لما قلت لك انه كان بيكلم توحه اول ما يقع في مشكله؟ قلت لك برضو
برضو انه هنا مش واثق في زكي 100%. دلوقتي اول ما اتطرد من بيت امه راح لزكي في دليل واضح عن ثقته الكامله فيه. المهم ان زكي وعادل بيتكلموا عن طلعه جديده، فبنعرف انهم هيصوروا واحد من اللي بيتاجروا بالاثار، وبالفعل ده بيحصل وعادل بيركب الكاميرات. في مشهد من المشاهد اللي بتمهد للحدث الرئيسي بنلاقي ان توحه تمام، يعني ما فيهوش اي حاجه، برغم انه من شويه عور نفسه بمطوه. لحقت تروح امتى؟ انت مضروب بمطوه يا معلم، مش ملسوع باستك، مش علشان تجيب ب 2 جنيه ضحك تلعب في الواقعيه بتاعه المسلسل. المهم ان عادل لما بيروح بيجري هو وزكي وتوحه، وزكي بيتصاب في كتفه، بس اسماء بتعالجه والعمليه المفروض هتبتدي. بس المره دي التسليم بيكون كرييتيف اكتر. عادل بدل ما بياخد الحاجه وهم عارفين مكانه، بيركب موتوسيكل المطعم وبيجري بالموتوسيكل، فالرجاله تجري وراه علشان تجيبه. فبيتفاجئوا بان في موتوسيكلات كتير بنفس الشكل بتجري مع بعض، فبيتلخبطوا بينهم وعادل بيخلع بالحاجه. بعد ما عادل وزكي بيقعدوا مع بعض، عادل بيتكلم عن ابوه اللي اتسجن علشان كان حرامي، وبيبان جدا في عادل ان ده مأثر فيه علشان شبه دمر حياته. اسماء لما بتعرف الحقيقه بتثبت تكون معاهم في العمليات اللي بيعملوها. هنا انا عندي مشكله صغيره، اللي يخلي بنت دكتور بيطري ميولها للحيوانات والحاجات اللطيفه دي تحب انها تكون من ضمن ناس خطيره جدا زي دي. فده انا شايف انه تقصير في كتابه جزء الشخصيات، انك تكون المفروض توريني دافع في ماضي البنت دي كان سبب في انها تكون مهتمه بالحاجات اللي بعيد تماما عن شخصيتها الحقيقيه اللي انت موريها لي. المهم ان عادل بيرجع البيت وبيراضي اخوه والدنيا بتبقى حلوه، وبنكتشف ان دكتور بسمه عندها مرض في القلب، فبيقابلها بالصدفه عم زكي، والغريبه انه بيكون مهتم جدا وبيسال عند دكتور على العمليه بتاعتها. وربنا يا جدعان العلاقه دي مريحه، هتطلع بنته اللي بيحاول يقول لها ان ابوها صدقوني. يا اسطى لو ما طلعتش بنته شيلها في المونتاج ارجوك. وقف هنا وقف هنا. لما الدكتور بيقول له انت ليه مهتم بالحاله دي قوي كده، بيقول له ساعد اب عايز ينقذ حياه بنته. اسمع السقفه اسمع السقفه، سمعني يا ابني السقفه في الكومنتات، واعمل لي لايك وسبسكرايب كده، وما تنساش تشوف قناه حكايه اللي بننزل عليها قصص، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن. عنتيل دعايه فحل دعايه. بنعرف ان بنت زكي اللي هي ما تعرفش ان ابوها راح للدكتور واتفق معاه انه يعمل لها العمليه بره، بس يكذب عليها ويقول لها ان دي عمليه مجانيه، وبالفعل الدكتور بيعمل كده. بس المفاجاه ان ام بسمه بتيجي وبتشوف زكي اللي بيكون معروف من بسمه باسم ايه، عبد الله، وحاله عندها، فطبعا امها بتكون عارفاه. العمليه اللي بعدها بتكون عند حد مهم جدا، فعادل بدل ما يدخل في الخباثه بيقرر انه لازم يكون واحد من الشركه دي. وعندي هنا مشكله ان دي حاجه ما بتحصلش. عادل سايبها على الله ورايح مش عارف هيدخل الشركه دي ازاي، فهو بيتكلم مع الموظفه اللي هناك بيلاقي طلب تعيين موظف جديد في الشركه، فدي حاجه مش منطقيه، وقعدت مستنيها تتفسر بعد حلقات كتير وده ما حصلش اطلاقا. فدي نقطه سلبيه في حق الكتابه كنت عاوز اقولها. المهم انه بالفعل بيتقبل، بيسلم على امه وبيطلب منها انها تدعي له. لما بيقول لها الناس دي مفتحه عينيها قوي، فامه بتقول له ايه بقى، بتقول له ربنا يعمي عينيهم يا حبيبي. عادل بيدخل المكتب علشان يركب الكاميرات، والمدير بيفتح الباب وبيبدا يدخل، وهنا نظره واحده بس هي اللي هتحدد نهايه عادل. بيفرق بين ان عادل يتقفش وبين انه يخلع من الحوار ده كله كانت لحظه واحده بس، وبالفعل بتحصل مشكله وشهاب ما بيدخلش وعادل بيخلع من كل ده. بالظبط دعوه ام عادل بتاعه ربنا يعمي عينيهم هي السبب. ونرجع نعيد ونزيد ونقول السدير مسعود. في حاجه هنا عاوز اقولها، هنا في ذكاء في ترتيب نهايات الحلقات علشان ما تكونش قفله مشوقه بس بطريقه رخيصه. عندنا عادل وراح يركب كاميرات في مكتب شهاب، فليه ما نخليش دي قفله الحلقه وهتكون قفله ذكيه ومشوقه بدون اي رخصه او تشغيل دماغ. فكرت في ان طب ما ممكن علشان تكون قفله بروفيشنال اكتر نخلي عادل يتقفش من شهاب بس يتبرر لشهاب ليه عادل هنا بطريقه ما، علشان ما تكونش القفله معموله على الفاضي يعني. بس لقيت ان في المستقبل شهاب هيلاقي الكاميرات دي وهيكون عنده علم بان عادل بيفهم في الكاميرات، فهنا هيكون في شك كبير جدا في عادل وشهاب هيقفشه. ففعلا شكل الكتابه والاخراج متعوب عليهم وفيهم تفكير كتير، بدليل ان الحاجه اللي الفتها واخترعتها في دماغي برضه لقيت انها مش نافعه وليها مبررات، فاكيد راحوا لها قبل كده وما نفعتش معاهم. فمن هنا تفهم ان الشيء ده محطوط فيه تعب جبار. عادل بيرجع البيت فبيقفل شهاب وهو بيقول الحاجه اللي مستنيينه يقولها علشان يهددوه بيها. بس الغريب هنا ان زكي قال لعادل انه مش محتاج ده، فشكل كده زكي عاوز حاجه تانية اعمق. الدنيا بتكون تمام وعادل بيعمل عيد ميلاد امه وبيهزروا وبيرقصوا مع بعض وكله بيكون تمام، بس ام عادل بتقع وبتتعب، فبيكشفوا عليها بيلاقوا السكر عندها عالي. ومن هنا عادل بيبدا يتغير على زكي. لما زكي بيقول له انت زي ابني، بيقول له انا مش ابنك وما تعودش نفسك عليا. فهنا عادل بيتغير جدا وبيبان عليه. شهاب بيروح لزكي فبنعرف ان في ماضي عميق جدا بينهم، وان من الاخر شهاب اذى زكي جدا زمان. وبنعرف كمان ان زكي اتحبس لمده 20 سنه وبعد عن بنته ومشكلته اصلا مع بنته دلوقتي، كل ده بسبب شهاب. فزكي بيروح لام بسمه، وبنعرف ان امها لما عرفت ان زكي عاوز يعمل لبنته العمليه بفلوس حرام بترفض ده حتى لو هتخاطر بحياه بنتها. في يوم من الايام اللي عادل فيها بيكون في الشغل عند شهاب بيقابل زكي، فبيطلع زكي داخل لشهاب علشان طلب يقابله. فشهاب ده طلع حوار كبير قوي، كان سبب في مشاكل زكي وهو اللي دخله السجن وفصله عن مهنته ودمر حياته. المفاجاه هنا ان شهاب كان بيطلب من زكي انه يشتغل معاه، فهنا يجي الصراع الحقيقي جوه زكي. هل
يكمل وينسى اللي حصل له طول حياته، ولا يرجع يعيش زي ما هو ويسعى في انه ياخد حقه من شهاب؟ وده اللي هنعرفه في المستقبل. زكي بيقابل عادل في مصمت، فبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وهنا كل حاجه بتبدا تختلف. فاكر كل مره عادل وزكي كانوا بيقعدوا فيها مع بعض في مصمت؟ اول مره زكي هو اللي كان بياكل وعادل لا، في دليل عن ان مين اللي عاوز يشتغل مع مين. تاني مره عادل هو اللي كان بياكل وبشراهه، في دليل عن انه قبل شراكه زكي. لكن المره دي الموضوع اختلف تماما، ولا زكي ولا عادل كانوا بياكلوا، وكمان عادل ما بقاش بيقول له عم زكي، بيقول له استاذ زكي، وزكي كمان ما بقاش بيقول له يا عادل، بقى بيقول له يا باشمهندس. فمن هنا تعرف انهم اتغيروا جدا مع بعض بسبب موضوع شهاب، وان زكي مش عاوز عادل يشتغل هناك، فعادل بيصمم على رايه وبيقرر يعادي زكي، ومن هنا تبدا كل حاجه تتغير. عادل في يوم من الايام اللي بيكون فيها قاعد بيراقب مكتب شهاب، بيلاقي الكاميرا بتاعه المكتب اتخبطت ووقعت في الارض، بس قبلها بيلاقي السكرتيره بتاعه شهاب بتسرق اوراق من مكتبه. فمن هنا بيروح يهددها بانه هيفضحها بالفيديو اللي معاه لو ما سمعتش كلامه وركبت الكاميرا اللي وقعت من مكانها. فبالفعل ده بيحصل وبتروح تركبها. شهاب بيتبعت له فيديو ليه وهو بيتكلم مع السكرتيره بتاعته، فبيلاقي الكاميرا متعلقه، بيروح لعادل يقول له ايه دي، فعادل بيفهمه ان دي كاميرا وبتشتغل وايرلس. فمن هنا شهاب بيبدا يشك، وفعلا شكه بيطلع في محله لما تروح بيكلمه في التليفون ويطلب منه 250,000 دولار، فبيسلموه الفلوس فعلا. لكن وهم ماشيين العبايه اللي توحى لابسها بتشبك في العجله وبتكعبلهم وبيقعوا، والفلوس بتقع منهم. ايه اللي يخليهم بقى ما ينزلوش ياخدوها تاني ويطلعوا يجروا؟ ان في ظابط وامين في الشارع شافوهم وجروا وراهم واخدوا الفلوس. فده تبرير منطقي. ده بقى بيخليني متحمس اعرف ايه اللي هيحصل بعدين. عارف نفس الايجابيات اللي انا قلتها دلوقتي دي هتكون في حد ذاتها كوارث بعدين. وخليك فاكر نقطه ان الفلوس وقعت منهم والظباط شافوها وراحوا يجروا عليهم، خليك فاكر ده كويس عشان دي كارثه قدام. بيجي وقت رد الفعل على اللي حصل ده، فبنشوف رد فعل منطقي جدا من عادل، بيصرخ ويزعق ومش متخيل ان ضاع منه 12 مليون جنيه في لحظه غباء. كنت مستني بصراحه رد الفعل العادي اللي هو مجرد حزن على الفلوس دي، بس لا، يعني تخيل ضاع منك 12 مليون جنيه. معادل بتتعب جدا، والدكتور بيقول له ان التعب اللي حصل لها ده بسبب المرض اللي عندها اصلا. حوار ان كل شويه معادل تتعب بيخلي الحدث اللي هيحصل بعد كده معاها منطقي جدا. موت معادل. عادل لما بيمضي عقد البيت وبيروح لامه علشان يفرحها، فبيدخل عليها ويلاقيها متشاهده بايديها وميته. فبنشوف ابداع مش طبيعي من عصام عمر هنا. المشهد فعلا مؤثر جدا، حسيت بخنقه كده فاهمني، اتاثرت جدا. المشهد ده مؤثر جدا لدرجه كبيره، مشهد متكامل حرفيا، موسيقى تصويريه، كادرات بتبين قد ايه الموقف مهيب، تمثيل عصام عمر وبرده سما ابراهيم ميته حلو جدا. انك تموت بطل مهم في السياق ولسه فاضل 5 حلقات بحالهم، ده قرار جريء جدا. انت ككاتب لو ما عندكش ثقه في نفسك مش هتعمل كده، لان انت اخترت تفضي على نفسك مساحه كبيره من اللي البطل واخدها في الاحداث ولسه فاضل 5 حلقات كامله، في سبيل انك تشعلل الاحداث وتخلي المسلسل كله ممتع اكتر. وانا كمشاهد عادي متضايق اللي هو ليه تموتها، عملت لك ايه؟ بس كواحد بيحلل العمل ده فنيا فمبسوط جدا. فبطلت اعد بصراحه، انا بشكر في الكتابه للمره الكام. بنشوف مشاهد مؤثره جدا من موت ام عادل، وفي الاخر بعد ما يدفنوها بنشوف مشهد سيمتري جدا على ابو عادل وام عادل، وحسن وعادل واقفين لوحدهم في تعبير عن وحدتهم وان ما بقاش ليهم حد خلاص في الدنيا، مع ان كان في اصلا ناس كتير في الدفنه منهم زكي بنفسه اللي من المنطقي ما يسيبهمش. لكن احنا هنا شفنا الاتنين بس علشان دي تكون دلاله واضحه على وحدتهم بعد موت امهم. وبالتبعيه بنشوف البيت وعادل داخله منظره كئيب ومش مريح وفيه هدوء مش طبيعي، وكأن الست دي هي اللي كانت عامله حس للبيت. ففي الاخر بنشوف عادل وهو بيفتكر لما امه كانت متخانقه معاه، فلما بيطلع من الكادر بيظهر في نفس الكادر عادل بعد ما امه ماتت، علشان التناقض اللي بيحصل بين المشهدين يحسسك بحاله عادل قد ايه صعبه. بس بصراحه لقيت ان في لعبه مش احسن حاجه ملعوبه هنا، لعبه على المشاعر. بص انا متفاهم ان ام عادل شخص مهم جدا وموتها يعتبر حدث كبير، لكن حسيت بحلب شويه وحسيت ان في لعب واستنزاف من المشاعر هنا. بنعرف ان سبب موت ام عادل وسبب موت كتير جدا من مرضى الكبد هو الدواء اللي بياخدوه، لانه بيكون دواء شبه بيدمرهم بالبطيء. مين بقى اللي بينزل الدواء ده؟ مصر، شهاب. معنى كده ان شهاب ليه دور كبير جدا في موت ام عادل. زكي بيروح لعادل وبيتكلموا مع بعض والدنيا بتكون حلوه، وزكي بيقف مع عادل وبترجع علاقه الاب بابنه تاني، وده في نفس الوقت اللي شهاب بيعرف ان ام عادل ماتت، فبيروح يعزيه ويديله مبلغ بسيط. ما شاء الله على حسن سلم اخوه. شهاب ساله على مكان عادل، فحسن قال له فوق مع زكي، ولما قال له يعرف زكي منين، ما تنساش برضو ان شهاب ما يعرفش هو زكي وعادل يعرفوا بعض ولا لا، ما يعرفش ان هم شغالين مع بعض من الاول، ما يعرفش ان هم بيخططوا عليه. فلما شهاب قال له يعرف زكي منين، قال له من زمان، من ايام حوار الكاميرات. فمن هنا شهاب بدأ يشك، فسأله عندكم اخوات بنات؟ علشان لو تفتكر توحة كان لابس لبس بنت، فحسن قال له لا. فمن هنا شهاب اتأكد، فسأله السؤال اللي هيخليه يطمن وما يفكرش تاني، وقال له الخوذة دي بتاعت مين؟ فحسن قال له بتاعت عادل. فمن هنا شهاب فهم اللعبة اللي بتحصل عليه وعمل حركة ذكية جدا، بدل ما يدي لحسن الفلوس ويقول له اديها لاخوك، قال له خد ادي دي لاخوك بدل اللي راحوا. فمن هنا شهاب بيمشي وهو مدرك حاجات كتير جدا، وشكل الخطة هتبدأ تتغير.
بيجي المشهد اللي انبهرت بيه، لكن كان عندي مشكله كبيره. اولا كده قوم هات حاجه تشربها او حاجه تاكلها او ايا كان، واظبط لي قعدتك وتعالى لي، علشان المشهد ده فيه تركيز كبير جدا. اولا تعالى نتكلم عن سياق المشهد. عادل بيكون بيتكلم مع اسماء في ان علاقتهم مع بعض مش هتنفع، واسماء بتكون رافضه تعترف بده، فعادل بيكلمها في ماضيه واللي ابوه عمله زمان وبسببه حياته اتدمرت، فعادل بيرد عليها بكلام في منتهى المنطقيه بعيدا عن هو حاسس بايه. من هنا بنشوف رمزيه اللون الازرق والسمك. اللون الازرق مستخدم هنا علشان يعبر عن البرود العاطفي، العقل مقابل القلب، التفكير مقابل الاحساس، وده بالظبط اللي بيحصل في سياق الكلام هنا. وكمان بنشوف مشهد ليهم وهم واقفين قدام بعض وبيفصل بينهم احواض سمك بشكل سيمتري جدا. السمك بيمثل الاحساس بالاختناق العاطفي، بيتحرك جوه الحوض لكن ما يقدرش يطلع بره، ولو فكر بس يطلع بره هيخبط في الازاز بتاع الحوض. ودي بالظبط حاله عادل. عادل كان بيفكر دايما انه عاوز يكون انسان زي اي انسان ويتجوز البنت اللي بيحبها، لكن مع كل مره ماضي ابوه كان بيرجع يطارده ويخليه محبوس في دايره صغيره مش قادر يطلع منها، بالظبط زي السمك اللي بين عادل واسماء. فالمشهد يطلع معانا قوي جدا فنيا، فشاوت اوت السدير مسعود. خلصنا الفنيات والحاجات الحلوه دي، تعالى بقى نتكلم عن المشهد نفسه. اسماء كانت بتقول له انها ما عندهاش اي مشكله في كل ده، عادي جدا عادي جدا. البنت بتتكلم بمنتهى الهدوء. إيه اللي يخليك تقول لها هو علشان انت دكتوره حيوانات اليفه فقلبك رحيم اكتر من البشر؟ انت بتعطفي عليا كاني كلب من كلابك او عبد عندك، وبيقول انا انضف من الحيوانات دي كلها. الفرق بينك يا عادل وبين الحيوانات ان الحيوانات ما بتصعدش المواضيع. حرفيا البنت ما كملتش جمله واحده وانت شغال شتيمه واهانه فيها وفي نفسك وفي الحيوانات. المهم ان زكي بيروح للراجل اللي شغال معاه بعد ما يعرف انه خانه قبل كده، فزكي بيقول له انه ما خانهوش، هو عمل كده علشان هو ما كانش عاوزه يخليه يرجع يشتغل في النور تاني، علشان ما رجعهوش جدول القيد والممارسه وخلاه يشتغل في الظل علشان يستغله ويكون معاه علشان يديله فلوس اقل من العادي. فالسكيل الاخراجيه هنا بتظهر لما زكي بيكون عليه ظل على شكل خطوط، خط ظل وخط نور، علشان زكي اختار انه يطلع من الظل للنور، علشان كده ساب اللي كان شغال معاه قبل كده واللي هو عنده دلوقتي قبل كده وراح للي رجعه يشتغل في النور تاني. عادل بيرجع البيت، فحسن بيقول له على شهاب والحوار اللي عمله معاه، فلما بيروح له بيقول له احكي لي ايه اللي بينك وبين شهاب. بيروح الكادر على صوره بنت زكي اللي كانت ضحيه للي حصل بينه وبين شهاب زمان، فبنعرف ان شهاب هو اللي سجن زكي زمان وكان سبب في اللي حصل بينه وبين بنته. بص وانا عارف ان ده مش وقته وان الكلام اللي بيتقال دلوقتي مهم، بس انا اسف والله، يعني ما ينفعش اقول لك باسم سمره مش مبدع. باسم سمره هو ممثلي المفضل الموسم ده في المسلسلات كلها عموما. عصام عمر الله ينور وكل حاجه، بس ما تحطش باسم سمره في كادر مع حد علشان هيطفي نجمه. عادل ومريم بيتقابلوا، وعادل بيكون عنده فضول يعرف مريم ماسكه ايه على شهاب، فبنلاقي شهاب نفسه مبعوت له رساله لعادل ومريم وهم قاعدين مع بعض. عادل بياخد حسن وبيروح بيه للدكتور بسمه بنت زكي، فشاب بيروح لبسمه وبيقابل عادل هناك، فبيدخل يقول لبسمه على الحقيقه وبدليل الاوراق. وهو طالع من عياده بسمه بنشوف الكادر مقلوب في دليل عن قلب الموقف كله ليه دلوقتي. بسمه بتروح لعم زكي وبتوجعه بكلامها عنه وانها قد ايه حياتها باظت بسببه، ما كانتش عايزه تفهم منه اي حاجه. اسماء بتروح لعادل فبتتكلم معاه بكل هدوء وتفهمه ان هي معاه ومش هتسيبه، ورمت الكلمتين الحكي ميكي اللي انت فاهمهم دول. فهنا عاوز اوقف شويه حلوين في فكره واحده بس جت في دماغي طرحت وراها افكار كتير جدا، والفكره دي جت في دماغي لما تخيلت ان الدنيا بينهم هتكون لطيفه لدرجه انهم يتجوزوا مثلا. ففكرت في موضوع ان اهلها هيكون رد فعلهم ايه على اللي بيحصل بينهم. ايه ده؟ ثانيه واحده، هم فين اهلها اصلا؟ لا استنى، الواد توحه ده برضو ما ظهرلهوش حد لحد دلوقتي. ومريم اللي كانت شغاله مع شهاب، ما هي شغاله معاه طول عمرها وشريكه ليه في كل الفساد اللي بيعمله ده، ازاي فاقت من اللي كانت فيه اول ما عادل ظهر؟ يا عم يمكن علشان مثلا عرفت ان ام عادل ماتت بسبب الادويه اللي بيدخلوها مصر. ما مش مبرر برضو يا حبيب اخوك، ما هي كده كده عارفه ان كل يومين بيموت حد بسبب الادويه دي، فايه اللي يخليها مره واحده كده تتراجع عن كل اللي هي فيه؟ مش منطقي انها تكون في الفساد ده طول عمرها وتفوق مره واحده كده. واللي بيزيد التينه بله انها ما بتفوقش مره واحده كده قبل ما عادل يظهر وحواراته تيجي معاه، لا ده بتفوق من اللي هي فيه في وقت ظهور عادل اصلا. هنا احنا محتاجين حد قريب جدا من شهاب وعارف كل بلاويه، فبنجيب البنت دي علشان تساعد عادل. طب هاتها بطريقه شيك مثلا، مش تخليها مره واحده من قاع الفساد لقمه النور كده، وكمان مش قبلها، ده وقت ظهور عادل. والبنت اسماء وتوحه دول، توحه بيتعمل له ريسبون في الوقت اللي عادل بيكون محتاجه فيه، بس اي وقت تاني ملوش بجنيه اهميه. كاننا في فيلم كرتون الشخصيات بتظهر في الوقت اللي محتاجينها في السياق بتاع الوقت ده بس، كانها شخصيه خياليه مخلوقه علشان تساعد البطل. اسماء دي، اسماء وضعها اسوأ لان هي بنت. انت ايه يا بنتي؟ مفيش حد يسال عليكي ولا يشتمك ويطلع يجري، حتى نازله طالعه رايحه جايه محدش بيسال عليكي، ما عرفناش حاجه عنها خالص. مفيش اي حد يسال عليكي وانت رايحه في نص الليل وقاعده على السلم مستنيه واحد وبتطلعوا مع بعض في شقه لوحدكم وانت قاعده على السلم كده، مفيش حد من الجيران خد باله واستغرب؟ ما خلاص ام عادل ماتت، مفيش حد
في البيت، فدي في حد ذاتها فضيحه. واحنا مش في النرويج هنا علشان بنت تطلع لولد لوحده في نص الليل عادي، دي فضيحه ومشكله كبيره جدا. ده بغض النظر طبعا عن محل الحيوانات اللي ما شفتش حد دخله غير زكي وعادل دول. ففي حاجات كتير جدا مش منطقيه. كل الافكار دي جت في دماغي اول ما سالت نفسي سؤال واحد بس، هو اهل اسماء فين وموقفهم ايه؟ فهنا بنلاقي ضعف في جزء بناء الشخصيات في اسماء وتوحه وغيرهم. المهم ان شاب بيخطب حسن، فبيروح لمريم علشان تقول له مكان المخزن ده، فعلشان هي طيبه وكتكوته وزي العسل بتساعده. ايه دوافعك يا بنتي؟ ما تقولي لي ايه اللي يخليكي من مساعده لاكتر واحد فاسد في البلد دي تروحي تساعدي حد علشان يقضي عليه انت لسه عارفاه من كام يوم؟ مش منطقي اطلاقا. المهم ان عادل بيعمل خطه وبيروح، وهي انه يولع في المخزن وياخد اخوه، وهو بيرش البنزين بنشوف ولاعه، فبيطلع شهاب. يا جدعان وربنا الاخراج مش طبيعي، ومحمد علاء مبدع 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 مش طبيعي. توظيف الكادرات بيخليني مستمتع بكل لحظه والله. بصوا انا عارف ان انا بتكلم عن ده كتير، بس يا حقهم بصراحه. شهاب بيتفاوض مع عادل في انه يطلع بره لعبه زكي مقابل انه ياخد اخوه، فبسمه بنت زكي بتتعب جدا وهي بتاخد دش وبيغمى عليها، فبيودوها المستشفى، وعادل بيروح لزكي فبيفهمه اللي حصل له وبيطمنه انه رجع اخوه من عند شهاب. فزكي بيفهمنا ايه اللي هيحصل، وبيقول لعادل ان معنى ان شهاب طلب من عادل انه يبعد عن زكي فمعنى كده انه بدأ يخاف منهم هما الاتنين وهم مع بعض، وهنا اللعبه هيبقى على تقيل. زكي بياخد عادل وبيقعده مع راجل كبير، والراجل ده بيطلع شغال مع ابو عادل زمان، فبنعرف منه ان تهمه السرقه بتاعه ابو عادل كانت متلفقه له، والراجل ده ادى لعادل فلوس تعويضا عن كل ده. طبعا عادل بيتعصب جدا وبيقوم علشان يضرب الراجل، لكن زكي بيهديه وبيقعده. هنا عندي مشكله، ابو عادل ما قالش ليه طالما دي كانت تهمه متلفقه له، حتى لو كانت الاجابه انهم مهددينه بمراته وعياله. طب ما كان قال لهم هم بس على اللي بيحصل ده، وكده مش هيحصل لمراته وعياله حاجه علشان مش هيطلعوا الخبر بره، ومش هيكونوا كل العمر ده فاكرين ان ابوهم حرامي. طب الراجل ده نفسه طالما هو ضميره وجعه لدرجه ان هو يكون محوش فلوس كتير مخصوص علشان يديله تعويض عن اللي عمله في ابوهم، ليه ما راحش ودور عليهم وقال لهم على حقيقه ابوهم؟ فدي فراغات كبيره ولا تغتفر بصراحه. المهم ان عادل بيروح لابوه وبيتمناه يسامحه. بنشوف كادر عبقري لعادل وهو نايم بين قبرهم هما الاثنين، وكانه طفل صغير مش بيحس بالامان غير جنب ابوه وامه. معلش بس انا هفصلك، بس حسن في المشهد ده بيقول لاخوه يعني ابويا طلع مظلوم زي ما امك كانت بتقول، يعني معنى كده انه ام عادل كانت عارفه. علشان كده اتحمقت قوي لما عادل كان بيتكلم على ابوه وحش وقال انه حرامي. دي اتضايقت واتعصبت لدرجه انها ضربت ابنها بالقلم. طب ما طالما امها نفسها عارفه الحوار ده كله، ليه ما قالت لهمش بعد العمر ده؟ لا بجد غلطات مش منطقيه. شهاب بيطلب يقابل زكي وعادل، وبالفعل بيروحوا له، وبنلاقي ورا عادل وزكي لوحه بترمز للعداله، في رمزيه عن ان الحق معاهم. بيدور بينهم حوار شيق وممتع جدا بيبدعوا فيه كلهم، وبالذات محمد علاء. اقسم بالله من اجمد شخصيات الفيلنز اللي شفتها في حياتي. عنده لمعه عين وكاريزما وثقه في نفسه مش طبيعيه. حرفيا كان بيبرر لنفسه انه موت ام عادل، بس عادي في ناس غيرها عاشوا من الدواء ده. وبعدين انتوا بتلوموني على ايه؟ فيروس كورونا موت ملايين البشر وطلعوا له لقاح في 3 شهور بس ومحدش راجع وراهم. الكلمتين دول اقنعوني انا نفسي اقسم بالله، مع انه حرفيا بيبرر لنفسه انه قتل انسانه، ومش انسانه واحده، ناس كتير. بس والله اداؤه خلاني قربت اقتنع. انا اسف اني ما اتكلمتش عن محمد علاء من بدري، بس كان لازم اديله حقه. في لقطه عبقريه من السيدين مسعود بنلاقي وراهم لوحه العداله، وبيبدا زكي يشرحها حرفيا وهي وراه، الميزان اللي بيمثل كفتين العدل والقانون اللي بيمثل السيف. فبنلاقي ان الفوكس وزكي بيتكلم بيجي على لوحه العداله، والكادر بيكون جاي من تحت علشان يبين العداله اعلى عنصر في التكوين البشري، في رمزيه عن سلطتها وسموها مهما كان مين اللي تحتها. ايه ده؟ مش ملاحظ حاجه في المشهد ده؟ زوم يا ابني كده، في كاميرا صغيره جدا هنا. هي موجوده هنا ليه؟ اكيد علشان عادل يسجل اعترافات شهاب، بس ازاي شهاب ما خدش باله من ده؟ خصوصا انه في المشهد ده اعترف اعترافات ممكن مش ممكن، هي الاكيد انها هتوديه في داهيه. ولو هنقول ان شهاب ما اخدش باله من اللي بيحصل ده كله بسبب انه كان متوتر من الكلام وحياته كلها على شعره صغيره، فازاي ما تفتشوش قبل ما يدخلوا؟ وخصوصا ان ده مكتب شهاب الصفطاوي صاحب اكبر مكتب من مكاتب المحاماه في مصر. المكاتب دي بيكون لها قواعد حاده جدا، محدش بيدخل بتليفونه ولا باي جهاز في احتمال انه يكون بيسجل، وبيتفتشوا كويس جدا. بيستخدموا جهاز قارئ للمعادن علشان لو حد شايل حاجه كده ولا كده. فمش منطقي ان يكون في كاميرا صغيره وباينه جدا ما شاء الله في نص صدر عادل، ودي ما اتفسرتش اطلاقا بعدها. يعني اتفهم جدا لو شهاب كان قايل لهم وهم بيكلمهم انه هيقابلهم في المداري، فدي حاجه هتخلي كل اللي بيحصل هنا منطقي، بس ده ما حصلش. المهم اننا بنعرف هو ليه عادل كان بيستدرك شهاب علشان يعترف اعترافات كتير. بيبان في عيون شهاب انه اتوتر وخاف جدا وبدا يطبش، فبيقرر يعرض عليهم اللي هم عايزينه كله وهينفذه لهم. لما عادل وزكي بداوا يتكلموا بلسان العدل والعداله، الهدوء واللباقه اللي هو فيها بدات تختفي، وتقدر تشوف ده في هزه شفايفه في الكلام وتوتره اللي هيبان في عينه. وفجاه بنلاقي عادل بيقرر انه هيطلب من شهاب وقت علشان يفكر هل هيقبل فلوس شهاب ويمسح كل الحاجات اللي ممكن توديه في داهيه ولا لا. تفتكر ايه اللي غير راي عادل بعد ما كان مصر انه مش هيقبل باي تعويض عن موت امه؟ شهاب بيفكر في ايه؟ ده اللي هنعرفه بعدين.
عادل بيروح لبسمه بنت زكي وبيقرر يقول لها على كل حاجه بالدليل. شهاب بيكون قاعد في المكتب بتاعه وبيتفاجئ ان جاله اعلان من الموظفه بتاعته، فشهاب بيتخض جدا، فشكل في حاجه. نروح بقى مع عادل اللي بيجيب بسمه لزكي، فبتدخل تقول له يا بابا ويا حبيبي وحقك عليا ما تزعلش مني، وبتترمي في حضنه وبياكلوا مع بعض. وترجع رمزيه الاكل تاني اللي كانت مع عادل، اي حد بياكل مع زكي يبقى بيحبه. فمن هنا تعرف انها نسيت كل حاجه عدت ورجعت حبت ابوها واعتبرته ابوها فعلا. هنا بقى عندي مشكله وكبيره جدا، انت عشتي طول عمرك ما تعرفيش عنه حاجه، ما تعرفهوش هو نفسه حتى، فايه اللي غير كل حاجه لدرجه ان عادل اول ما راح لك وقال لك الحقيقه وكان معاه دليل تصدقيه؟ طب وابوكي اللي صدره ولع من الكبده النيه ده اول ما ترجعي له تاخديه بالحضن ويا بابا ويا حبيبي وانا اسفه وتاكليه بايدك وتترمي في حضنه؟ متفاهم جدا ان عادل كان معاه دليل المره دي، لكن مش بالطريقه دي. بنقعد حبه نستوعب على الاقل، مش اول لما يتقال لها كده تطلع تجري عليه. هو حرفيا بالنسبه لها واحد غريب لسه عارفاه من كام يوم، فاول ما تتغير بالسرعه الرهيبه دي، عارف تحس اللي هو يلا 5 دقايق وهنلم المسلسل. وزكي بياكل، عادل بيكلمه، وبنشوف على زكي ملامح الرعب. ومره واحده بنروح على ناس ملثمين وهم بيهجموا على الفندق، فلما بيدخلوا بيلاقوا الحكومه بترفعهم، فبيطلع عادل مكلم صاحبه الضابط علشان ياخد باله من اللي بيحصل ده. يجي تاني يوم مع عادل جلسه اللي زكي هياخد فيها حقه وحق بنته وحق ام عادل وحق كل مريض اخد من الدواء بتاع شهاب ومات. يجي اليوم اللي زكي هيعوض فيه حقه اللي اتاخد منه لمده 20 سنه، اليوم اللي هياخد فيه حق الايام اللي غاب فيها عن بنته. عادل بيقابله وبينزلوا، بس هنا بتيجي حاجه انا شاكك فيها جدا وفي الاغلب متاكد، يعني الواد اللي شغال في الفندق لما بيجي له بيجيب له الشاي، الكاميرا بتدخل كلوز على كوبايه الشاي، بعد كده بنشوف وشه اللي باين عليه التوتر. بعد ما عادل اخد زكي ومشي وهو بياخد حاجته بنروح لكلوز تاني على كوبايه الشاي. اهتمام المخرج بالتفصيله دي اكيد مش من فراغ، اصل دي كوبايه شاي، فاهم ايه المهم في كوبايه الشاي غير بعد الفطار؟ فاكيد حطوا له حاجه في الشاي. هل حاجه حصلت قالت ان الواد ده حط حاجه في الشاي؟ لا، انا بحنيك دلوقتي ولو طلعت غلط هشيلها في المونتاج عادي جدا. بنشوف مشهد حلو جدا لزكي وهو واقف وسط ناس كتير وكانه هو اللي هيجيب لكل الناس دي حقهم النهارده. بنشوف شهاب وهو قاعد وواثق في نفسه بطريقه مرعبه، ولا كانه مش عارف ان حياته هتضيع دلوقتي. وزكي بيترافع، بنشوف باين عليه التعب جدا وبيكح. شكلك هتطلع صح ولا ايه يا ابو العرب؟ زكي بيعمل مرافعه حلوه جدا كل الناس بتسقف له عليها، ومره واحده بيبدا يكح جدا، فبنشوف فلاش باك لشهاب وهو بيطلب من الواد بتاع البنسيون يحط له سم في الشاي. بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك اذن بعدك، سقف لي في الكومنتات حالا. ابو العربي تقيل برضه. شهاب بيطلع ورق بيثبت فيه ان زكي مشطوب من النقابه، ولما القاضي بيطلب من زكي يديله الكارنيه بتاعه زكي بيغمى عليه، وبيجي حد يسرق ورق القضيه بتاعت شهاب وشهاب بيمشي. فمن هنا عادل بيقول لهم ودوا المستشفى وانا هاجي لكم على هناك. فبنشوفه وهو طالع يجري بالموتوسيكل بتاعه وراح البيت فتح لايف وقال في اللايف على كل اللي عاشه من ساعه ما اتولد لحد ما شاف ظلم الدنيا بعينه. وعادل قرر انه يتكلم باسم العداله ويفضح شهاب، وحط الفيديوهات اللي صورها له كلها، واللايف انتشر جدا وكل الناس شافته. السكرتيره بتاعت شهاب بتوري له اللايف فبيقول لها تحجز له طيران حالا علشان هيسافر. فمن هنا تعرف ان شهاب خلاص انتهى. نشوف الكادر مقلوب في دليل عن قلب الوضع لصالح عادل وزكي، بس بالفعل بيجي الضابط معاه اذن نيابه وبيقبض على شهاب، وزكي بيروح المستشفى وبنعرف انه متسمم، بس الاكله الدسمه اللي اكلها مع بنته كانت سبب في بطء مفعول السم. فمن هنا كل حاجه بتكون تحت السيطره. ما اخدتش بالك ان انا الفتره اللي فاتت دي كنت بتكلم عن الاحداث بس وما علقتش عليها؟ أنا عملت كده علشان في حاجات كتير جدا مش منطقيه. اولا يعني ايه يتسرق ورق من المحكمه يا مؤمن؟ يا راجل يا مؤمن، لو هم مش عاملين اعتبار لكل الجهات المسؤوله دي؟ طب وبالنسبه لعشرات المجلات والصحف والتلفزيون اللي بيصوروا اشهر واهم قضيه في اليوم ده؟ طب بلاش دي، ليه عادل طلع يجري وحسسني انه رايح يقتل شهاب كده؟ والله في المشهد ده وانا بتفرج قلت اوبا رايح يقتل شهاب، خلاص 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 شهاب مات، بس طلع رايح يفتح لايف من بيتهم عادي جدا. دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى، اللايف بتاعك اتشهر ازاي؟ انت حرفيا ما حدش يعرفك. ازاي اول ما تفتح لايف في اللايف يتشهر ويتشاف من مصر كلها ويكون سبب في حبس شهاب الصفطاوي؟ كنزي مدبولي ما تعرفش تعملها حتى لو قلنا انه اتشاف بعدين، فالمفروض ان الموضوع هياخد وقت على الاقل. لا وهو بيتكلم ملايين الناس شافوه في نفس اللحظه، حتى ما كانش بالليل ولا حاجه. دي تالت حاجه. رابع حاجه بقى، طالما انت معاك دليل قوي جدا زي الفيديوهات دي، ليه ما قلتش لزكي عليها طول الفتره اللي فاتت دي؟ وخصوصا انها هتكون دليل قاطع على تهمه شهاب الصفطاوي. وشهاب نفسه اتمسك اول ما عادل قفل اللايف، وطلع اللي سجنه صاحب عادل اللي بالمناسبه جه علشان يقبض عليه ومعاه اذن من النائب العام. ايه السرعه دي؟ ولحقت تاخد الاذن امتى؟ ده الراجل يا دوب لسه قافل اللايف. فكل دي علامات استفهام فصلتني جدا من المسلسل لحد دلوقتي، كانهم عايزين يخلوا الحياه ورديه بالعافيه. عادل بيروح لزكي، فزكي بيفاجئه وبيقول له ان ال 12 مليون جنيه اللي وقعوا موجودين، وان هو اللي اتفق مع توحه يبوظ العمليه. وبنعرف كده ان ال 12 مليون جنيه موجودين. فزكي بيقول لعادل ان مش عيب تسجل كل ده وما تقوليش، وبيلوموا على ان الفيديوهات دي اصلا اتسجلت من غير اذن نيابه، وكده مش هتبقى رسميه ومش هتفيد اي حاجه في القضيه. خلاص بقى نمسح الحته اللي انا كتبتها في السكريبت دي، ما هو الراجل قال ملهاش لازمه لازم اذن نيابه، بس بنلاقي عادل بيقول له انه اخد اذن من صاحبه الظابط. يا ربنا، طب ما هو كده هنرجع ونقول كلامي صح وهنكتب الحته اللي مسحتها في السكريبت من الاول. وزياده على ده ان انت مطلع اذن على الفاضي ليه؟ انت اخدت الموضوع سيريسلي لدرجه انك تطلع اذن وفي الاخر ما استخدمتهوش؟ فده بدل ما يفسر زود الطينه بله. وبعدين تعالى هنا، انت مش كنت جايب لي حكومه وناس شافوهم وصوروهم والحاجات دي اتشهرت على النت والظباط راحوا ياخدوا الفلوس؟ هو ايه ده؟ والله انا مش فاهم حاجه. انت محيت كل اللي بتبنيه بقالك 14 حلقه في ثانيه، وانا مش فاهم حاجه بصراحه. هو ازاي في الاخر يكروتوا كده ويضيعوا التعب
اللي بقالهم 14 حلقه بيتعبوا فيه، بقالهم 14 حلقه بيبنوا ارض صلبه يوقفوا عليها الاحداث دي علشان تكون منطقيه، وفي الحلقه الاخيره رموا كل ده في الزباله. ده حتى محوا منطقيات راسوها في نفس الحلقه، ما كنتش حابب انها تخيش منهم للدرجه دي بصراحه. زكي بيتفق مع عادل ان هو اللي هيشيل علشان هو اللي زور، فعادل بيروح لابوه وامه وبيحط ايده على قبر امه وقبر ابوه، وكأن عادل بيحقق العداله، يمينه سيف القانون وشماله ميزان العداله علشان عادل يمثل العداله. وبينهي المسلسل باكتر جمله مناسبه للموقف ده: لو ما حققناش العداله على الارض عمرنا ما نستاهلها في السماء. انا عارف ان الحلقه طويله جدا، لكن الكلام اللي جاي ده يمكن اهم من اللي فات كله. هنطرح كل الاسئله ونراجع المسلسل في الاسئله، فاتمنى كل سؤال اتطرح دلوقتي تجاوبنا عليه من وجهه نظرك في الكومنتات. ليه ده اكتر مسلسل وحش ناجح؟ ازاي نهايه عين سحريه حولته لمسلسل فاشل؟ السؤالين دول شبه ليهم نفس الاجابه، فتعال نجاوب عليهم هما الاثنين. المسلسل خيش جدا في الاخر، وانا ما كنتش حابب كده بصراحه. لولا الكام سقطه في الكتابه كان زماننا بنشوف مسلسل من اعظم المسلسلات اللي هتنزل في رمضان. ليه تعشمني بحاجه عظيمه جدا وفي الاخر تبوظ كل ده؟ انت يا راجل خليتني في اول الحلقه قررت اسمي الكابشن ليه ده احسن مسلسل في تاريخ مسلسلات رمضان. انت متخيل؟ المسلسل يبان من بعيد احسن مسلسل في مسلسلات رمضان السنه دي، لان انت اصلا عامل حاجه جامده جدا، والسنه دي اصلا اوف سيزون، فكان عندك فرصه حلوه جدا وانت ضيعتها بمنتهى السهوله في الاخر. وهعيد وازيد واقول ان في حاجات كتير جامده جدا، بس برضه يا جدعان المفروض العمل يكون بيشيل بعضه. المسلسل بلفك بكلمتين في الاخر والعداله والمش عارف ايه. طب ماشي، مع احترامي الكامل للكلام الفلسفي ده، بس ايه مصير زكي؟ طب بلاش زكي، ايه مصير بنته وعمليتها؟ هل هتنجح ولا لا؟ طب بلاش كل ده. طب شهاب اتحكم عليه بايه؟ انا عارف ان اللي حصل ده منطقي، ومش من المنطقي انها تبقى ورديه على الاخر، لكن فهمني طيب، ما تسيبش النهايه مفتوحه على احداث مهمه. ايه الاسقاط في انك ما تعرفنيش مصير شهاب؟ يمكن انا محدث شاشه يا عم. طب ومريم البنت اللي اختفت من الحلقه 13، ما اكيد البنت دي معاها بلاوي تانية. طب واسماء اللي كانت بتطلع لعادل وهو لوحده في نص الليل دي، نظامها فين؟ اهلها ولا مصيرها ايه بعد ما العداله خدت مجراها والفلسفه دي؟ طب وحسن نفسه اتعالج من اللي هو فيه ده ولا لا؟ وخصوصا ان بسمه قالت في الاخر ان موت ام حسن هيزود مرضه اكتر، فالحل ايه؟ ليه هديت اللي بتبنيه بقالك 14 حلقه كاملين علشان تعمل لي نهايه انا ما فهمتهاش؟ الاخراج عالمي، رمزيات الاسامي، الرمزيات والاسقاطات نفسها مش طبيعيه، تمثيل عبقري، ليه في غلطات كتير ومش منطقيه، نهايه مفتوحه على اسئله مهمه. انا بحب النهايات المفتوحه بس بشرط انك سايبها لي مفتوحه على كام اختيار محددين، ما تسيبنيش متسوح في العموم كده. اخراج المسلسل ده من اقوى الاعمال الاخراجيه اللي هتشوفها، لكن اخراج والورق ضعيف. اقسم بالله لو عملت ايه ما هتعرف تطلع عمل متكامل. تمثيل قوي جدا لابعد حد، اللي انبهرت بيهم ثلاثه. شخصيه شهاب كلمه عبقريه قليله عليه، ولو قعدت امدح في تمثيل محمد علاء لبكره وربنا ما هعرف. انا نفسي بخاف منك يا نجم والله. باسم سمره مبدع، عصام عمر موهبه تعتمد عليها. ده بالنسبه للتمثيل والاخراج. اما بالنسبه للكتابه فحرفيا الكتابه زيرو. عارف لما تجيب ورق ضعيف بس معاه اخراج وتمثيل حلو، فغصب عنك هتشوف الحاجه دي جامده جدا، بس هي في الاخر هتبقى عامله زي كانك جايب تليفون نوكيا وحاطط عليه جراب ايفون. مفيش خلفيات عن الشخصيات، ايه دوافع اسماء انها تساعد واحد ما تعرفوش. ومش بس كده، ده كمان بتدخل معاه في شغل خطير جدا. فايه اللي يخلي بنت اهتمامها بالحيوانات والحاجات الاليفه دي تروح في حاجات خطر زي كده ومع واحد ما تعرفهوش؟ وتوليفه صاحب البطل الكوميدي اللي بيظهر وقت ما البطل يعوزه دي ما اشتريتهاش بصراحه. ايه اللي يخلي معادل تخبي على عيالها انها عارفه ان ابوهم مش حرامي العمر ده كله، مع ان ابوهم مات اصلا من زمان وكل اللي كانوا بيقدروا يأذوه خلاص زمانهم بيتحاسبوا دلوقتي؟ في مسلسلات تانية بتكلم على ان مفيش بناء، لكن في المسلسل ده ما شاء الله في بناء. 14 حلقه كاملين، في الاخر بقى هدينا كل ده، بس مش مشكله، المهم ان احنا بنينا وخلاص. كلمتين عن البدايه والنهايه. البدايه، ايه اللي حصل للست دي وهي مين؟ وزكي عرف منين ان هي هتقتل جوزها؟ زكي عرف عادل منين اصلا؟ البدايه خطفتني جدا بس بعدين كانت بالنسبه لي مش مفهومه. وكلمه اخيره عن النهايه، عجبتني جدا رمزيه ان زكي اللي يتسجن وعادل اللي يفضل بره، علشان مفيش حد فوق القانون، او بالاحرى مفيش حد بيتذاكى على العداله. ليه ده اجمد مسلسل في تاريخ مسلسلات رمضان. كل اختصار، هو مش اجمد مسلسل في تاريخ مسلسلات رمضان زي ما انت فاكر او زي ما انا كمان كنت فاكر. هو مسلسل حلو وفيه ابس اند داونز، بس للاسف الاعمال الحلوه جدا دي بيتلاحظ فيها الغلطات اكتر من العادي، لان غلطه الشاطر ب1000. هو مش احسن مسلسل، هو جه في وقت اوف سيزون. هو يمكن من المسلسلات القليله اللي يكون فيها ابداع فني، مش قصه هايفه وواحد ماسك كاميرا وكام اعلان وخلاص. لا، كان فيها ابداع فني حقيقي وكبير برغم الغلطات. طبعا هي العداله لازم تتحقق على الارض بكل بساطه. لا، لو اعتبرنا العداله منظومه او فئه بتدي كل ذي حق حقه، فالدنيا اصلا مكان علشان ما يتحققش فيها العداله. لكن هل معنى كده ان العداله مش هتتحقق؟ لا، هتتحقق عادي جدا، بس مش هتتحقق في المكان اللي المفروض هي موجوده علشانه، بل زي ما قال عادل هتتحقق بالشكل الكامل في السماء. السؤال الاهم، هل الناس في الارض بتدور على عداله كونيه ولا بتدور على عداله تخفف الامهم وتاخد لهم حقهم؟ لايك وسبسكرايب واكتب لي رايك في الكومنتات. واتس وانستا هتلاقي لينكاتهم في الديسكريبشن. ولو وصلت لحد هنا عايزك تعرف اني بحبك جدا. سلام.